تبدأ القصة بشاب يدعى توماس كان على الأرض بعد تعرضه للضرب. ذهب توماس إلى عيادة والتقى بممرضة تدعى لورا لعلاج جروحه. بعد علاج جروحه، ذهب توماس إلى متجر لشراء الطعام، ثم واصل رحلته سيرا على الأقدام دون أن يعرف وجهته بالضبط. كان توماس نفسه جنديا أطلق سراحه للتو من السجن. في طريقه، رأى توماس سيارة يقودها رجل تسقط في البحيرة. اقترب توماس على الفور من الموقع ووجد رجلا في منتصف العمر يدعى علي. يبدو أن علي فقد السيطرة على السيارة لأنه شرب الكثير من عصير جوز الهند. بعد وقت قصير، وصل ضابط شرطة إلى مكان الحادث، ولكن لأن علي لم يعد يملك رخصة قيادة بعد أن صادرتها الشرطة، اعترف بأن توماس هو من كان يقود السيارة. فهم توماس وضع علي، لذلك كان على استعداد للاعتراف بأنه سائق السيارة لإنقاذ علي من الملاحقة القانونية. في النهاية، تمكن توماس من إخراج السيارة ثم ذهب مع علي إلى منزله. عندما وصل إلى هناك، فوجئ توماس عندما اكتشف أن لورا، الممرضة التي التقاها في العيادة، كانت زوجة علي. أرأيت؟ في اليوم التالي، أخبر علي توماس أنه لا يزال تحت مراقبة الشرطة وممنوع من القيادة. لهذا السبب، عرض علي على توماس وظيفة مؤقتة كسائقه الشخصي، فوافق توماس. قال علي لتوماس: صباح الخير يا لورا. ثم عرفه على لورا، لكن المرأة لم تعر الأمر اهتماما لأنهما كانا يعرفان بعضهما بالفعل. ذهب علي وتوماس إلى متجر علي للبقالة، وهناك ارتكب أحد الموظفين خطأ أغضب علي لدرجة أنه ضربه. عندما حاول أحد الموظفين الآخرين مهاجمة علي، أسقطه توماس أرضا على الفور بمهاراته في فنون الدفاع عن النفس. زاد هذا الحادث من إعجاب علي بتوماس، فعلى الرغم من أنهما التقيا للتو، إلا أن توماس أظهر لطفه من خلال مساعدته الدائمة له. بعد ذلك، طلب علي من توماس أن يأخذه إلى مستودع حيث تنقل البضائع لمعرفة مكان لورا. يبدو أن علي كان يراقب زوجته ويتأكد من أنها لن تخونه. ثم دعا علي وزوجته توماس للاسترخاء على الشاطئ في جو مليء بالسعادة والثقة. شغل علي الموسيقى وطلب من توماس الرقص مع لورا، ولكن عندما بدأ توماس يندمج في الرقص وحاول الاقتراب من لورا، ابتعدت المرأة على الفور خوفا من أن يرى علي مدى قربهما. بعد ذلك بوقت قصير، كاد علي أن يسقط لكن توماس تمكن بسرعة من إنقاذها. بعد ذلك عادوا إلى منزل الفضائيين، وشربوا الكثير من عصير الجوافة، ونموا. لذا اضطر توماس ولورا إلى حملها إلى الغرفة. في تلك اللحظة، أتيحت لتوماس ولورا فرصة حتى نشأت بينهما قصة حب. في صباح اليوم التالي، أخبر علي توماس أنه سيغادر المدينة في غضون أيام قليلة، ولهذا طلب من توماس أن يعتني بلورا ويتولى شؤونه أثناء غيابه. وافق توماس. في ذلك الوقت، رأى علي ولاعة توماس وعلق قائلا إنها تبدو غامضة للغاية. في إحدى الليالي، سمح لتوماس باستخدام سيارة كالي، لكنه أوقفها على جانب الطريق ثم سار عبر الأدغال لمراقبة لورا من خارج نافذة المنزل. عندما تحركت الأدغال وأصدرت صوتا، أدركت لورا أن توماس في الخارج، لكن علي خرج على الفور ليرى ما يحدث. ماذا تفعل؟ بعد بضعة أيام، طلب علي من توماس أن يتبع السيارة التي كانت تقودها لورا. تبعوها حتى وصلوا إلى مستودع لجلب بضائع. هناك، وجد علي لورا مع صاحب المستودع في غرفة مليئة بالغضب. سحب علي لورا وضربها، بينما قام توماس بضرب الرجل فور وصوله إلى المنزل. سأل علي لورا عن سبب فعلتها، فأجابت أنها فعلت ذلك من أجل المال. ثم طلب منها علي أن تسلمه المال قبل أن يعانق زوجته أخيرا قائلا: هل يمكنك الاعتناء بزوجتي؟ في اليوم التالي، أوصل توماس علي إلى المطار لمغادرته المدينة. أتاحت تلك اللحظة لتوماس المزيد من الفرص ليكون مع لورا، لكن لورا كشفت لتوماس سرا. لقد كانت في السجن، وبعد إطلاق سراحها عملت في حانة. هناك التقت بعلي. أوضحت لورا أن علي تزوجها بعقد زواج فقط، وكان بينهما اتفاق على ألا يرث أيا من ممتلكات علي.
ثم اعترف توماس للورا بأنه هو الآخر لديه ماضٍ مظلم. صرح توماس بصدق أنه يحب لورا كثيرا، لكن لورا أكدت أنها لا تستطيع العيش مع توماس إذا لم يكن لديه مال. إلى جانب ذلك، شعرت لورا بالحيرة لأن زواجها من علي كان مجرد مضيعة للوقت. صدقني، أنا أحبك. ثم اصطحب توماس لورا إلى جرف مطل على الشاطئ. هناك وضع خطة لأخذ علي إلى الشاطئ والقضاء عليه والاستيلاء على جميع ممتلكاته. في اليوم التالي، استقبلت لورا علي في المطار. عندما كان علي على وشك وضع حقيبته في صندوق السيارة، رأى الطعام والشراب اللذين أعدتهما لورا لرحلتهما. أوضحت لورا أن كل ذلك كان معدًا عمدًا حتى يتمكن من الذهاب فورًا في إجازة إلى الشاطئ. بعد وصولهما إلى الشاطئ، عبر علي عن مشاعره تجاه لورا. قال إنه يحب لورا كثيرًا، وأنه يخطط لترتيب ذهاب علي إلى الشاطئ. يمكنهما الاستمتاع بكل ثروتهما معًا. جعل هذا الاعتراف لورا تشعر بحزن شديد. أريدنا أن نكون سعداء، أحبك. ثم نزلت لورا من السيارة ومشت بعيدا بينما تبعها علي. لكن لورا طلبت من علي الانتظار لحظة لأنها اعترفت بأنها نسيت قفل السيارة. عادت لورا إلى السيارة والتقت سريرا بتوماس الذي كان يختبئ خلف الشجيرات لإلغاء خططهما. أثارت تصرفات لورا شكوك علي، فاقترب من الشجيرات ووجد ولاعة توماس. في ذلك الوقت، أدرك علي أن توماس كان يختبئ هناك. نزل توماس من السيارة، ثم طلب علي من توماس النزول وأخبر لورا أن تذهب معه. ركب علي سيارته وهو يشعر بالغضب والخيانة من زوجته وتوماس اللذين كان يثق بهما حتى الآن، وانطلق حتى سقط من الجرف. انتهى الفيلم.